الصراحه ولا بغيتي نقول لك شرف كبير ملي غندخلوا في ستاد جديد ونكون انا وبدو زكي. فرحت بزاف بالاستدعاء ديالي والحمد لله اللهم لك الحمد. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله يا رب. وتابعنا واحد الماتش مزيانين اللي هو النيجر وزامبيا، ومع غادي يكون الافتتاح ديال المركب مولاي عبد الله. غادي يكون واحد الاجواء اللي مزيانه بزاف. بغيت نقول للجمهور المغربي يحضر بالكثافه باش يدعمنا اكثر واكثر باش نضمنوا كالفيكاسيون للكوب دي موند. المنتخب المغربي ضد النيجر في تصفية كأس العالم 2026. موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة للبث المباشر. وهذه أبرز الأسماء الجديدة في تشكيلة وليد الركراكي. ينتظر الجمهور المغربي مباراة المغرب ضد النيجر بشغف وحماس كبير، لأنها تحمل طابعا خاصا، حيث ستلعب على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله الجديد بالرباط. وتعد هذه المواجهة الأولى التي يخوضها أسود الأطلس على الملعب بعد إعادة بنائه بالكامل. وقام عناصر المنتخب المغربي صباح هذا اليوم بزيارة الملعب وخاضوا على أرضيته حصة تدريبية. ويستعد الجمهور المغربي لاحتفال كروي وحدث تاريخي بالعاصمة الرباط، حيث سيواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب النيجر بقيادة المدرب المغربي بدو الزاكي. المباراة ليست مواجهة عادية، بل تعتبر محطة قد تدخل أسود الأطلس إلى سجل تاريخ كرة القدم العالمية كأول منتخب إفريقي يحسم بطاقة التأهل إلى المونديال. وتقام مباراة المغرب والنيجر غدا الجمعة 5 شتنبر 2025 على أرضية الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 بالتوقيت المغربي و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وتنقل المباراة على قناة SSC 2 السعودية وعلى قناة الرياضية المغربية. ويتصدر المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة ب15 نقطة من 5 مباريات، متقدما ب6 نقاط على تنزانيا. وفي حال فوز أسود الأطلس على النيجر وتعثر تنزانيا أمام الكونغو، سيضمن المنتخب المغربي المشاركة الثالثة على التوالي في المونديال والسابعة في تاريخه. أما في حال فوز المنتخبان معا، فسيكون مصير أسود الأطلس بأيديهم عند مواجهتهم منتخب زامبيا الأسبوع المقبل، وحينها سيحتاج المنتخب المغربي إلى نقطة وحيدة لضمان التأهل. ويحتل منتخب النيجر المركز الرابع في المجموعة برصيد 6 نقاط. والتقى النيجر والمغرب في 10 مواجهات على مر التاريخ، حيث حقق أسود الأطلس 9 انتصارات، فيما تمكن منتخب الغزلان من فوز وحيد. وتتأهل 9 منتخبات إفريقية إلى النهائيات مباشرة، في حين سيلعب منتخب 10 من أجل بطاقة إضافية للقارة الإفريقية من خلال الملحق العالمي لبلوغ النهائيات المقرر أن تجمع للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم 48 منتخبا. وتجرى أيضا للمرة الأولى في 3 دول، وهي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وحتى الآن بلغ 13 منتخبا النهائيات، من بينها المنتخبات المستضيفة للبطولة، فيما كان الأردن أول منتخب عربي يصل إلى النهائيات عن تصفية آسيا. ويواصل المنتخب المغربي استعداداته لهذه المواجهة المرتقبة عبر حصص تدريبية مكثفة بمركب محمد السادس بالمعمورة. وشارك جميع اللاعبين في التدريبات وسط أجواء حماسية ومليئة بالتركيز، مما يعكس رغبة الأسود في الانتصار على النيجر. وكانت قائمة المنتخب المغربي شهدة العديد من المفاجآت، أبرزها استدعاء نائل العناوي لاعب روما الإيطالي، واستدعاء حارس الرجاء الرياضي مهدي الحرار، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين مثل أشرف داري وسفيان الكرواني ومحمد الشيبي. فيما عرفت القائمة غياب بعض اللاعبين مثل نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي بسبب الإصابة، مقابل استبعاد سفيان الرحيمي. وتحدث وليد الركراكي عن مواجهة مواطنه بدو الزاكي مدرب منتخب النيجر، قائلا: حلم جميل أن أكون وجها لوجه مع مدربي الأول الزاكي في افتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله. الجماهير المغربية تتوق لمشاهدة هذه التحفة، وهذه لحظة تاريخية في مسيرتي التدريبية. كنتسناو لو ميم تيب دو ماتش اللي لعبنا في لالي. عندهم واحد المدرب اللي كان المدرب ديالي كنعرفوه باش يموتيفي الفرقه ديالو تاكتيكمون، ديما واقف، ماشي ساهل تماركي بزاف د الاهداف على بدو. دونك فوالا، وشرف كبير الصراحه، ولا بغيتي نقول لك شرف كبير ملي غندخلوا في ستاد جديد ونكون انا وبدو زكي في لو بون. جو بونس سي ان بو سامبول، ان توكا ماشي جديد على بدو زكي، على شنو حطها على المغرب
وكمدرب ولا كلاعب يدخل حتى هو في هذا الستاد بور البروميير ماتش دينوغوراسيون كنت باتوزاكي. فوالا كان اللي كنبغي بزاف كيحتاج بزاف. دونك تري زورو. غيكون ماتش ماشي سهل بحال اي ماتش اللي كنلعبوا ما كيكونش سهل. كاين موتيفاسيون انتراسيك دي زادفيرسير. باغيين يروحوا المغرب. اون بروميير بي افريكان فيفا بروميير افريكان في لاكاف. اون ان بو ستاد عندنا جمهور كبير. دونك اي فرقه ملي كتجي سور موتيفاسيون ما غاديش تكون سهل بحق غنخدموا مزيان هاد السيمانه باش شفنا اللي ما درناش مزيان في الماتش عليه باش نريغليو هاد المشاكل اللي كان طرانا باش نديروا ان غران ماتش سورتو في هذا الستاد اللي بحال اللي قلتي جديد. جو بون بروفيتي باش نقول برافو بعد الشركات اللي بناو هذا الستاد لي زوفريي المغاربه اللي كانوا ملي حنا مشينا شفنا لو ستاد ديما كنشوفوا ils ont fait un travail extraordinaire un temps record. C'est ça le Made in Morocco بحال اللي كنت كنقول المغرب بدل ça montre que maintenant الحمد لله on est dans la cour des grands on est capable. donc بغيت نقول لهم برافو pour le travail اللي داروا في هذا الستاد. فما رأيكم أنتم في نتيجة مباراة المغرب والنيجر؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.